يا مساء الفل على أحلى متابعين. أهلا بيكم في فيديو جديد. فكرتوا قبل كده ليه في ناس حياتها دايما ماشية لقدام وبتتطور وبتحقق نجاحات تحسوا إنها سحرية، وناس تانية حاسة إنها واقفة في مكانها ومحلك سر؟ السر مش في الحظ خالص يا جماعة ولا في الظروف، السر كله في روتين يومي منظم وخطوات ثابتة. لو ركزنا عليهم وعملناهم صح حياتنا كلها هتنور وتتغير 180 درجة. جهزوا بقى المشروب الرايق بتاعكم وركزوا معايا جدا عشان النهارده جايبه ليكم الخلاصه في 10 خطوات عمليه هيخلوكم في حته تانية خالص. يلا بينا. اول خطوه، بلاش عشوائيه وحددوا اهدافكم. النجاح ده عامل زي المشوار الطويل. ينفع تنزل من بيتك وتركب مواصلات وما انتش عارف انت رايح فين اصلا؟ اكيد لا. عشان كده لازم اول حاجه تعملوها انكم تحددوا بوصلتكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه بالظبط في حياتكم. الخطوه التانية، قسموا الأهداف الكبيرة لحاجات صغيرة. بلاش نظام أنا هغير العالم في يوم وليلة عشان ما تتصابش بالإحباط. لما يكون عندك هدف كبير قطعه لمهام يومية بسيطة تقدر تعملها. افتكروا دايما إن الخطوة الصغيرة بتجيب خطوة أكبر، والمشوار 1000 ميل بيبدأ بخطوة. الخطوة الثالثة، غذوا عقلكم دايما وما توقفوش علام. الدنيا حوالينا بتجري بسرعة جدا، بسرعة الصاروخ، وعشان تفضل في الملعب ومحدش يسبقك لازم تتعلم حاجة جديدة كل يوم. مش لازم كورس معقد بآلاف الجنيهات، ممكن كتاب تقرا منه صفحتين، كورس مجاني اونلاين، او فيديو قصير ومفيد يطور مهاراتك. المهم ما تعديش يومك من غير معلومة جديدة. الخطوة الرابعة، وقتكم هو رأس مالكم الحقيقي، فبلاش تضيعوه. اعرفوا تقولوا لأ بكل ثقة لأي مشتتات بتعطلكم عن حلمكم. السوشيال ميديا حلوة وجميلة، بس لما تسحلنا بالساعات بتتحول لعدو بيسرق عمرنا. رتبوا أولوياتكم وحطوا وقت محدد لكل حاجة. الخطوة الخامسة، اهتموا بصحتكم وطاقتكم. جسمكم ده هو الماكينة اللي هتحققوا بيها أحلامكم. لو الماكينة تعبت كل يوم أكيد هتقف. ناموا كويس واشربوا مية كفاية، وحاولوا تدخلوا ليومكم أكل صحي يفيد عقلكم وجسمكم عشان تلاقوا طاقة تكملوا بيها. الخطوة السادسة، رتبوا المكان حواليكم. الكركبة في الأوضة أو على المكتب بتعمل كركبة في الدماغ وتشتت فكرك، وهيبقى حاجة مش طبيعية. خصصوا كل يوم 10 دقايق بس ترتبوا فيهم مكانكم. النظافة والنظام بيدوا إشارات إيجابية للمخ وبيزودوا التركيز والإنتاجية كمان. الخطوة السابعة، ابعدوا عن الناس السلبية ومصاصين الطاقة. في ناس شغلتهم في الحياة انهم يحبطوكم ويقولوا لكم مش هتقدروا ومفيش فايدة. حاوطوا نفسكم بالناس الطموحة، الناس الإيجابية اللي بتشجعكم وبتفرح لنجاحكم وتدفعكم لقدام. الخطوة الثامنة، اتعلموا من أخطائكم وبلاش جلد الذات. كلنا بنغلط ومفيش حد ناجح مغلطش وفشل 100 مرة قبل ما يوصل. بدل ما تقعد تلوم نفسك وتزعل، فكر في الغلطة كأنها درس مجاني بيعلمك ازاي تعمل الحاجة دي صح المرة الجاية. الخطوة التاسعة، المرونة والاستمرارية هما السر. مش كل الأيام هتكون مثالية، ساعات هتكسل وساعات الظروف هتعطلك، وده طبيعي جدا مش عيب. العيب هو انك تقف خالص وتستسلم. لو وقعت يوم اصحى تاني يوم وكمل شغلك وشغفك عادي جدا. الخطوة العاشرة والأخيرة، الامتنان والرضا. اشكروا ربنا على كل نعمه في حياتكم وركزوا في الحاجات الحلوة اللي تملكوها بدل ما تبصوا للي في ايد غيركم. الرضا بيجيب راحة بال، وراحة البال هي الأساس اللي هتبنوا عليه كل نجاحاتكم الجاية. وفي الآخر مفيش حاجة مستحيلة، كل خطوة هتاخدوها النهاردة هتجنوا ثمارها بكرة وتبقى فخور بنفسك. شاركوني بقى في التعليقات ايه أكتر خطوة حسيتوا انكم محتاجين تبدأوا بيها فورا. وما تنسوش اللايك المتين والشير والاشتراك في القناة عشان نكبر عيلتنا سوا. واشوفكم الفيديو الجديد على خير. شكرا حبايبي، مع السلامة.